السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. احنا بدأنا سلسلة كده مع بعض بنتكلم فيها عن الركود الاقتصادي، ودي الحلقة التانية. احنا في زمن بقى فيه كل جنيه ليه تمن وكل خطوة محسوبة ولازم تفكر فيها قبل ما تاخدها. الركود الاقتصادي مش مجرد مصطلح بنسمعه في الأخبار، ده واقع عايشينه كل يوم. الركود يعني ببساطة كده إن حركة البيع والشراء بتقل، الفلوس بتقل في السوق، والناس بتبدأ تمسك إيديها في المصاريف. وطبعا أول حد بيتأثر بالكلام ده هو الفلاح والتاجر وأي حد شغله معتمد على حركة السوق. يعني لو الناس بطلت تشتري يبقى المحاصيل مش هتتباع والتجار مش هيشتروا من الفلاح، وسلسلة كاملة كده من الخسارة بتبدأ. الركود مش بس بيأثر على الأسعار، ده بيأثر على طريقة التفكير وبيخلي كل صاحب مشروع يعيش في ضغط نفسي كبير. في الفيديو ده بقى هنتكلم مع بعض كده بالعقل والمنطق عن إزاي الركود بيضرب الزراعة في مقتل، وليه المكسب اللي كنا فاكرينه كبير طلع في الحقيقة مكسب وهمي. وهنشوف مع بعض ازاي ممكن نفهم الوضع ونحسبها صح علشان ما نبقاش ضحية للأزمة دي. الحقيقة إن الركود بيعري السوق الزراعي من جوه وبيكشف مين اللي كان بيكسب فعلا ومين اللي كان بيعيش على الحظ. الفلاح اللي فاهم سوقه كويس وبيحسبها صح ممكن يعدي الأزمة دي بأقل خسائر، لكن اللي ماشي بالعافية من غير حساب هيتعب جدا. كمان لازم نفهم إن الركود ده مش دايم، هو مرحلة في دورة اقتصادية كبيرة. يعني كل ما الاقتصاد يمر بمرحلة صعود بعدين بيجي هبوط. المشكلة إن اللي بيعيش اللحظة من غير ما يخطط بيتكسر في أول موجة. الفلاح الشاطر في وقت الركود بيبدأ يراجع نفسه ويسأل: هل أنا بصرف زيادة؟ هل بزرع المحصول الصح اللي عليه طلب؟ هل ممكن أشارك حد بدل ما أتحمل التكلفة لوحدي؟ دي الأسئلة اللي بتفرق بين الفلاح اللي هيكمل واللي هيخرج من السوق الزراعي. كمان لازم نكون عارفين إن الركود بيأثر على كل حاجة حوالينا. يعني حتى البهايم مثلا الطلب عليها بيقل، أسعارها بتهبط، فبتبدأ المربي يخسر هو كمان. ودي سلسلة مترابطة جدا، لو الفلاح خسر التاجر بيخسر والمستهلك بيتأثر والبلد كلها بتتأزم. لكن رغم كل ده لسه في أمل، لأن الأزمات دي بتعلمنا نعيد حساباتنا، بتعلمنا إن الزراعة مش بس شغل، ده علم وحساب. يعني لازم الفلاح يبدأ يفكر بطريقة جديدة، يقلل الهدر ويشتغل بتكنولوجيا أبسط، يزرع اللي السوق محتاجه مش اللي اتعود عليه. ودي نقطة مهمة جدا. الركود كمان بيخلي السوق ينضف، يعني كل اللي كان بيشتغل بعشوائية بيخرج واللي فاهم بيثبت مكانه. وده بيدي فرصة بقى للناس الجادة إن هي تظهر. من الناحية التانية لازم الحكومة والجهات الرسمية يكون ليها دور، زي إنها تدعم الفلاح في التكلفة وتوفر له تسويق حقيقي لمحاصيله، مش يسيبوه يتصرف لوحده. لأن الزراعة مش قطاع فردي، دي منظومة كاملة، لو جزء منها وقع الباقي كله بيتأثر. الركود مش بس أزمة مالية، ده كمان اختبار للعقول. بيختبر مين اللي بيقرر أو مين اللي بيقدر يدير مشروعه بحكمة ومين اللي بيتصرف بالعاطفة. يعني مش كل مغامرة هتقوم بيها هتبقى شجاعة، ولا كل حذر هيبقى جبن. المغامرة الصح هي اللي وراها دراسة. الفلاح بيسأل نفسه قبل أي موسم: أنا فاهم السوق، فاهم الطلب، لو خسرت أقدر أقف تاني. هو ده اللي عنده أمل ينجح. أما اللي ماشي بقى بالعشوائية فحتى لو كسب النهاردة بكرة السوق هياكله. في النهاية لازم نفهم ونعرف إن المرحلة اللي جاية صعبة بس مش مستحيلة. اللي هيفهم المعادلة دي هيعدي منها بسلام، اللي هيكمل على نفس الطريق القديم للأسف ممكن يخرج بره. خلي بالك في حاجة لازم نفهمها، إن الأزمة مش معناها النهاية، هي مجرد اختبار للعقول. كل واحد فينا ممكن يعدي من الأزمة دي، بس الفرق بين اللي بينجو واللي بيغرق فوق الإدارة. يعني إيه الكلام ده؟ أو يعني إيه إدارة وقت الأزمة؟ يعني تعرف تتعامل مع اللي عندك بحكمة وتستغل كل مورد في مكانه الصح، وتعرف توقف النزيف قبل ما يحصل.
افهم السوق كويس قبل ما تزرع أو تشتري. كتير من الفلاحين بيبدأوا الموسم وهم ما يعرفوش السوق رايح على فين. تسمع إن الناس بتزرع طماطم تقوم تزرع زيهم وتتفاجئ إن السعر نزل. الذكاء هنا بقى إنك تزرع اللي ناقص في السوق مش اللي الكل بيزرعه. هتسأل نفسك إيه المحصول اللي الطلب عليه ثابت، إيه اللي ندرته هتخليه يبيع بسرعة. المتابعة اليومية للأسعار والاحتكاك مع التجار بيدوك نظرة مختلفة. ما تعتمدش على السمع، اعتمد على المعلومة اللي بتشوفها بنفسك. قلل المصاريف بس من غير ما تأذي الإنتاج. في وقت الأزمة أهم خطوة هي إنك تقلل التكاليف، بس بشرط ما تقللش الجودة. يعني إيه؟ يعني ما تشتريش أرخص نوع سماد وتبوظ أرضك، ولا توفر في الري وتخسر المحصول. التوفير الصح هو إنك تراجع كل بند في مصاريفك وتشوف إيه اللي ليه فايدة حقيقية. هديك مثال كده، هل لازم أجيب عمالة زايدة ولا ممكن أستعين بالميكنة الزراعية؟ هل كل المبيدات اللي بستخدمها ضرورية؟ هل أقدر أشتري خامات بالجملة وأوفر فرق السعر؟ اللي بيحسبها كده بيمشي وسط العاصفة وهو ثابت. ركز على السيولة مش الأرباح الورقية. واحدة من أكبر الأخطاء اللي بيقع فيها الناس وقت الأزمة إنهم بيبصوا للأرباح على الورق، لكن الحقيقة إن الكاش اللي في جيبك أهم من الأرباح اللي مكتوبة في الورق. لو عندك محصول مش قادر تبيعه بسعر عالي، ممكن تبيعه بسعر معقول وتدور عجلة الإنتاج بتاعتك، لأن الفلوس اللي بتتحرك أهم من البضاعة اللي راكنة. اللي بيحافظ على السيولة بيقدر يشتري وقت الفرص، ودي أهم نقطة. اعرف ازاي تبيع قبل ما تزرع. زمان كان الفلاح بيزرع الأول وبعدين بيدور على التاجر، دلوقتي الدنيا اتغيرت. الذكي والناصح هو اللي بيأمن تسويقه قبل الزراعة. يعني تعرف مين هيشتري وبكام وإمتى. ممكن تتفق مع تاجر أو مصنع أو شركة توزيع، كده بتبقى عارف إن تعبك مش هيروح على الفاضي. كمان لازم تتعلم شوية عن التسويق الإلكتروني والسوشيال ميديا، بقت باب رزق جامد أوي للناس. صفحة بسيطة على فيسبوك ممكن تفتح لك سوق جديد لو عرفت تعرض منتجك صح. خليك مرن ومتكيف مع التغييرات. الأزمة بتكشف الناس اللي دماغها ناشفة. اللي يقول أنا متعود كده هو اللي واحد بيقع، لكن اللي بيفكر وبيغير طريقته هو اللي بينجو. يعني لو كنت متعود تزرع محصول واحد كل سنة، جرب التنويع السنة دي. لو بتبيع في سوق واحد افتح أسواق تانية. المرونة في التفكير هي المفتاح في وقت الركود. اتعلم تشارك بدل ما تشيل الحمل لوحدك. المشاركة مش ضعف، دي ذكاء. يعني ممكن تشارك مع فلاحين تانيين في المعدات أو النقل أو التسويق، ده بيقلل التكلفة على الكل. زمان كان الفلاح بيخاف من فكرة الشراكة، لكن دلوقتي الظروف فرضت التعاون. الفلاح اللي بيشتغل لوحده بيواجه الموج لوحده، لكن لما تبقى مجموعة بتقدروا تواجهوا الأزمة مع بعض. راقب أرقامك وما تغفلش عن التفاصيل. كل جنيه بيخرج من جيبك لازم تعرف رايح فين وليه. الناس اللي بتكتب وبتراجع بتتعلم من أخطائها، أما بقى اللي شغال على البركة عمره ما هيعرف يكسب ولا بيخسر إزاي. اكتب كل حاجة حتى لو بسيطة، مصاريف البذور والسماد والنقل والعمالة، كل حاجة. الورقة والقلم سلاحك الحقيقي في وقت الأزمة. خلينا كده نكون صريحين مع بعض. الأزمة مش دايما جاية من بره، ساعات بتكون مننا احنا، سواء بقى من سوء التخطيط أو التسرع أو الاعتماد على الحظ. دي كلها عوامل بتضرب المشروع قبل ما السوق يضربه. يعني مثلا في ناس بتزرع محصول من غير ما تحسب التكاليف بكل دقة وتتفاجئ إنها صرفت أكتر من اللي هتكسبه. وفي اللي بيستلف علشان يزرع من غير ما يخطط إزاي هيسدد اللي استلفه. خلي بالك الأزمة هنا مش في السوق، الأزمة في القرار. بس لما تبدأ تفكر بطريقة جديدة تقدر تتحكم حتى لو الظروف ضدك. الفلاح الذكي هو اللي دايما بيسأل إزاي أخلي كل قرش ليه فايدة. اللي بيفكر كده مش بس بيعدي الأزمة، ده بيطلع منها أقوى. خلينا كده ناخد مثال بسيط. فلاحين في نفس القرية بيزرعوا نفس المحصول بنفس التكاليف تقريبا، لكن واحد فيهم بيكسب والتاني بيخسر، لأن الأول حسبها والتاني سايبها للظروف. الأول اشترى خامات في وقت السعر في كان نازل، والتاني اشترى في عز الغلا.
الأول اتفق مع تاجر قبل الزراعة، والتاني استنى السوق والنتيجة واضحة. كمان لازم نفهم إن وقت الأزمات بيكون فيه فرص، اللي عنده سيولة بيقدر يشتري بسعر أقل أو يدخل سوق جديد، لكن اللي خايف ومكتف فلوسه بيخسر الفرصة وهو مش واخد باله. الذكاء بقى مش إنك تبقى مغامر، الذكاء إنك تغامر بحساب. يعني لما تشوف فرصة واضحة وما فيهاش مخاطرة كبيرة خدها، لكن ما تندفعش وراء الإشاعات السوء أو كلام الناس. خلي قرارك مبني على المعلومة مش الحماس. اللي هيفكر كده حتى لو الأزمة طولت هيعرف يعيش ويتقدم. وقت الأزمات الفرق بين اللي بيكمل واللي بيقع هو طريقة التفكير. الفلاح أو التاجر اللي بيعرف يدير نفسه بعقل وهدوء كده دايما بيلاقي حل الأزمة مش آخر الطريق، دي مجرد مرحلة واللي بيعديها بيتعلم منها درس عمره ما ينساه. ما تسيبش الخوف يتحكم فيك ولا العشوائية تضيع تعبك. كل قرار بتحسبه صح النهاردة هو اللي هيحميك بكرة. خليك دايما مرن ومتابع السوق وماشي بخطة، والأهم بقى ما تنساش الظروف إن هي هتتعدل، وعدل من نفسك قبلها. لو قدرت تدير مزرعتك أو أرضك أو مشروعك بذكاء وقت الأزمة، صدقني لما الدنيا تهدى هتبقى أنت أول واحد في الصف اللي بيتعلم وسط العاصفة، هو اللي بيقود السفينة لما الموج يهدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.